السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وان شاء الله النهاردة احنا مع بعض جايبين بوري وهنعمله فسيخ، وهنغسله وهنملحه وهنلفه بالشكل ده، ونعرف كل التفاصيل وتعرفي ازاي تلفيه بالشكل ده. واهم حاجة ان انت تلفيه وميبقاش جواه هوا، ونعرف كل التفاصيل مع بعض، ونعرف الاضافات اللي ممكن تضيفيها مع الملح وممكن تستغني عنه. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. اول حاجه معانا 3 كيلو بوري، وزي ما احنا شايفين ما شاء الله جايبينه بوري كبير وجايبينه صابح زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ولازم اهم حاجه تبقي جايباه صابح، موصيه حد جايبه لك صابح زي ما احنا شايفين كده. هنغسله الاول بسم الله. وزي ما احنا شايفين المغاشيش لونها وردي، تعرفي كده ان هي صابحه معاكي. اهم حاجه نغسلها كويس زي ما احنا شايفين كده مع بعض. واحنا بنغسل نتك على السمكه كده عشان نفك اللحم من العظم زي ما احنا شايفين كده. بس تخلي بالك ان انت ما تتكيش على بطنها عشان ما تتفجرش معاكي وتعفن معاكي. بنعمل لها مساج كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وبرده والحركه ده نعملها اما نيجي نحدقه برده هنبقى نشوفها مع بعض. هنا مصفى نحط فيها السمكه، نحط دماغها تحت ونرفعها كده عشان تصفي معانا الميه لحد ما نخلص. ومعانا تاني واحده برده زي ما احنا شايفين نغسلها، اهم حاجه غسيل كويس كده. وبرده نكرر نفس الحركه ان احنا نتك عليها عشان نفك اللحمه من العظم كده زي ما احنا شايفين. وبرده نوقفه في المصفى كده، في المصفى زي ما احنا شايفين كده عشان يصفوا الميه اللي فيه. نكمل غسيل بنفس الطريقه، غسلناها وبرده هنتك على اللحمه كده بالراحه ونكمل غسيل ونرجع مع بعض ان شاء الله. انا عملت الاربعه دمت وكانت الكاميرا فاصله وما خدتش بالي. هنا بعد ما غسلنا السمك هنا هنجيب معانا مناديل وهنحطها في المغشيش كده عشان تسحب اي ميه معانا جوه. وطبعا انت ممكن تستغنى على الخطوه دي، يعني انا المره اللي فاتت وانا بعمله ما حطيتش مناديل لان كانت الكميه كبيره. المره دي مني الكميه بسيطه فحطيت المناديل وعشان ينشف معايا بسرعه. وبعد ما حطينا المناديل كده زي ما احنا شايفين هنقلبه على بطنه زي بقيه السمك كده عشان اي ميه دخلت بطنه واحنا بنغسله تطلع معانا. وحاطينه على فوطه اللي احنا بننشف عليها السمك، عاملينها بس للسمك وتكون عندك بس للسمك لانها ما تنفعش لاي حاجه تانية زي ما احنا شايفين بنفس الشكل كده. هنعمل اخر واحده مع بعض برضو، هنفتحها كده ونحط المنديل. وزي ما قلنا ممكن تستغنى عن الخطوه دي لو انت مش حباها او ما عندكيش المناديل دي، طبعا مناديل مطبخ زي ما احنا شايفين كده. وهنغطيهم كده وهنسيبهم يوم كامل، بس 3 ساعات هقوم جايه مديراها كده وارجع تاني الجهه التانيه بنفس الشكل ونسيبها ونغطيها ونسيبها تصفي ميتها خالص ونرجع ان شاء الله اخر اليوم نعملها مع بعض يعني. وزي ما احنا شايفين معانا هنا البوري بعد ما سيبناه يوم كامل وحطينا فيه المناديل كده عشان تسحب اي ميه. وقلنا المناديل دي اختياري، لو انت مش حابه تحطيها ما تحطهاش. انا ما كنتش حطيتها المره اللي فاتت لان كانت الكميه كبيره. زي ما احنا شايفين كده هنرجع نتك برضو على ظهر السمكه نعمل لها مساج كده عشان نضطريها زي ما احنا شايفين كده. هنعملها في كل سمكه هنيجي نملحها. ومعانا هنا الملح، وطبعا لازم يبقى ملح خشن زي اللي احنا شايفينه ده. معانا هنا كوبايتين كبار، وطبعا الملح ملوش مقدار لانك انت على حسب ما السمكه هتاخد معاكي، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض دلوقتي. ومعانا هنا معلقه كبيره من الشطه ونص معلقه من الكاري، وممكن تستغنى عن الكاري والشطه لو انت ما بتحبهمش. لو عندك وفي تمليح الفسيخ الملح، اي اضافات تانية ممكن تستغني عنها. وكده بعد ما ضغطنا على السمكه خالص زي ما احنا شايفين كده هنيجي معانا
دماغها كله كده زي ما احنا شايفين مع بعض. عشان كده بقولك الملح ملوش مقدار، لان على حسب ما السمكه هتاخد معاكي. انا ممكن اقولك كوبايه لل3 كيلو، وممكن ال3 كيلو ياخدوا معاكي اكتر من كوبايه، يبقوا محتاجين اكتر. فانت اللي بتشوفي وانت بتحشيه. زي ما احنا شايفين كده نحشي دماغ السمكه خالص، ونزق بصابعنا كده، بصابعنا دي كده لجوه زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده ملينا دماغ السمكه. معانا هنا الكيس اللي هنرص فيه السمك. هنحط شويه ملح الاول تحت كده في الارضيه، وهنحطها كده. حطينا شويه ملح الاول في الارضيه وحطينا السمك، ونعمل كمان سمكه مع بعض. هنحوش المنديل كده زي ما احنا شايفين، وهنملي دماغ السمكه، وطبعا زي ما قلنا بصابعنا ده، وهنزق الملح لجوه كده. زي ما احنا شفنا كده بعد ما ملينا دماغ السمكه خالص. وطبعا احنا عملنا لها المساج ان احنا اتكينا عليها كده. وكده معانا 3 سمكه هنعمل لها المساج الاول زي ما احنا شفنا كده. بس اهم حاجه وانت بتتكي عليها بالراحه عشان السمكه ما تتفتحش معاكي. وهنحط برضو الملح بنفس الطريقه، ونزق بصابعنا كده الملح جوه زي ما احنا شايفين، وملينا دماغها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده رصين السمك واحده عكس واحده. وهنخلص بقيه الكميه ونرجع مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا شايفين رجعنا بس مع بعض نشوف اول طبقه. احنا بعد ما عملنا اول طبقه كده هما كده على الوش نحط عليهم ملح كده. رصينا كده حطينا على وشها الملح، وهنكمل بقيه الكميه الطبقه فوقها وهنرجع مع بعض. وزي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا كل السمك بنفس الطريقه كده ورصيناهم، هنرجع اخر شويه ملح اللي معانا دول هنحطهم على وش السمك. زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا كده حطينا الملح. معانا هنا ورقتين لورا وفصين من الحبهان. ممكن تستغنى عن الخطوه دي لو انت ما بتحبوش، بس دي ريحه الفسيخ بس. ربع كوبايه زيت، برضو الورق لورا وحبهان والزيت اختياري لو انت مش حباه. زي ما احنا شايفين بنقفل الكيس نطلع منه اي هواء الاول. زي ما احنا شايفين كده طلعنا اي هواء، نقفل الكيس كويس بالشكل ده. ومعانا هنا كيس كمان كده حطينا فيه. وطبعا انت لو ما عندكيش الاكياس ديت، اي كياس عندك في البيت تحط فيها، بس اهم حاجه تكون اكياس سليمه. وهنطلع منها اي هواء كده زي ما احنا شايفين، وهنلف الكيس عشان الكيس ده كبير. هنلفه ونرجع نحطه فيه تاني بالشكل ده كده. ونقفله كويس ونربطه. ومعانا كمان كيس، يعني احنا كده حطيناه في 3 اكياس. انت عاوزه تحطي في 3 اكياس 4 اكياس اللي موجوده عندك، بس انا الاكياس دي عشان كبيره الكيس التاني والتالت بلفه وارجع الفه عليه كمان لفه زي ما احنا شايفين كده. بس اهم حاجه نقفل كويس ونطلع اي هواء الاول من الكيس كده، وهنبرمه كده ونرجع نفتح ندخله في الكيس تاني زي ما احنا شايفين بنفس الشكل. وبعد ما خلصنا كده لو انت عندك استرتش اعملي الخطوه دي، ما عندكيش اعملي في 4 اكياس وخلاص. بس المهم تبقى متاكده ان الاكياس مقفوله عليك كويس. شايفين زي ما احنا شايفين كده، وبنلف وبنزر عليه عشان نقفل عليه خالص. زي ما احنا شايفين قفلناه كده كويس خالص بالشكل ده. وبعد ما قفلناه كويس كده بالشكل ده
انا عندي الجردل ده كبير شويه، بس عشان هو اللي له غطا، عشان اقفله عليه، عشان اللفه كده في قلب الجردل بالشكل ده، وهنقفل عليه وهنسيبه وياخد معانا الايام ده، عشان معانا حوالي 10 ايام. في الجو الساعه كان بياخد معانا من 12 ل 15 يوم، في الصيف بياخد اسبوع. احنا دلوقتي الجو ولا هو صيف ولا هو برد، فياخد معانا 10 ايام ان شاء الله. وهنرجع بعد 10 ايام نفتح عليه مع بعض. انا هنا وهنقفل عليه، وان شاء الله هنرجع بعد 10 ايام نشوفهم مع بعض.